هو ليه مدربين الاهلي بيجوا الموسم الثالث تحديدا ويفيصوا؟ حرفيا بيبقى ما عندهمش فكرة اساسا، مش عن التدريب، عن كرة القدم. ليه الموسم الثالث بالتحديد؟ يعني لو جبنا اخر اتنين مدربين للنادي الاهلي، سواء موسيماني او هذا الكولر، ظاهرة غريبة. هذا الموسيماني في الموسم الاولاني والتاني كان مكسر الدنيا حرفيا، وكان جاي بعد مدرب عبقري اسمه فايلر، وجاب لنا القضية ممكن. وجي الموسم التاني برضو كسر الدنيا وخد بطولة افريقيا لتاني سنة على التوالي. وجي في التالت سنة برضو ضيعها. ايه الظاهرة دي؟ ثم اتى كولر الموسم الاولاني بالخمسة والستة في الزمالك والدنيا مقلوبة وهيصة وهيصة وعالم سعادتك. ويجي الموسم التالت برضو يفيص. حد عنده جواب عن هذه الظاهرة الغريبة في مدربين الأهلي آخر 5 6 سنين؟ ليه الموسم التالت بالذات بيفيصوا؟ حرفيا أنا مش لاقي إجابة. لو انتوا عندكم إجابة يا ريت تقولوها لي، عشان أنا عايز أنا كأهلاوي أرتاح يعني. خدوني ودوني أدرب الأهلي، والله العظيم آخد بيه كأس العالم للأندية بمشيئة الله تعالى.